بتتكلم عن واحد سولو سكواد ضده ناس عامله كده. شوف تحركات الخصم، شوف دمج الخصم. ازيكم يا احلى ناس في الدنيا، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. النهارده معانا اقوى واسرع 3 لاعبين بابجي موبايل على الموبايل. فالفيديو مش ناقصه غير 3 حاجات. اول حاجه انك تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، تاني حاجه انك تحط لايك وتشترك في القناه، تالت حاجه انك تنزل تحت تقول لي مين هو الاقوى في ال3 لاعبين. وبس كده، بينا على الفيديو. يلا بينا نبدا الفيديو بفلير جن. طبعا فلير جن الفتره دي بيلعب ايباد، لكن من فتره كان بيلعب موبايل. طبعا فيديو النهارده خصوم نار، سواء لفلير جن او للاتنين التانيين، والاتنين التانيين هنعرفهم لما يجي دورهم. يعني انت لو شفت من شويه الواد عمل ردة فعل على فلير جن تبين ان هو لاعب. الواد اصلا ملحقش ان هو يعمل جامب، لا الطلق كله في وشه. التالت ده على الله حكايته سكنات بس، من الجاريه او المشيه بتاعته تقول كده. المفروض دلوقتي فلير جن كان عمل ريلود، يعني دي غلطه فلير جن. يعني الواد اصلا لما دخل كان خايف من فلير جن فخد كفر. فلير جن كان المفروض ان هو يعمل ريلود للام 4. طبعا الدنيا صيام، وحاليا انا بصور قبل المغرب فالواحد فاصل اصلا. شفت الدوج اللي عمله؟ لو خدت بالك منه عمل دوج كويس قوي، والعيال اللي ضده بتلعب نفس الكلام، يعني دوج جامد. يا اخي حل عن امي يا زلمه. لا 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 لا, لا. يا جدعان والله العظيم 3 حرام. يعني حتى انت سيبه يعمل اللقطه وبعد كده اقتله، لا لازم يخرب عليه اللقطه. والله حاجه تضايق بجد. ده ما كانش معاه سلاح ده، بس الفايت اللي فات والله زعلني بجد. يعني هو جايب 3 وخلاص، اخر واحد كانت هتكون لقطه الموسم والله. يلا بينا بقى ندخل على اللاعب الصيني. طبعا اللقطات اللي انت هتشوفها دي كلها من بطولات، يعني لا ناس مؤذية، ناس عارفة هي بتعمل ايه، معاها فريمات، معاها بينج، معاها سكوادها. يعني انت هنا بتتكلم عن واحد سولو سكواد ضده ناس عاملة كده. شوف تحركات الخصم، شوف دمج الخصم. دي بس هو مات، بس بالنسبة لي انا عاش قوي، لان هو وقع 3 نوك باين، والاخير هانو دامج. بيجيب من اي حته، وبيجيب ابطال، ما بيجيبش ناس عاديين. يعني لاعبين البطولات دول بالذات ما بيكونش اي حد. برون في الوقت المناسب، لوما كده كانت دي بي اس كان هيكون ليه رأي تاني. لاعب مؤذي، يعني السكواد بتاعه كله اصلا معتمد عليه. بص دوج الخصم، بص دوج اللاعب الصيني بجانب الدمج. انا مش عارف اتكلم، الفيديو سريع بس اللقطات بتتكلم. شوف الدي بي اس، بص السحبة ام 4 سكوب 4. حرفيا لاعب متكامل، بس ناقص بس كام لقطة سنايبر. حلو رد الفعل بتاع الخصم، بس ما كانش قد كده. بيطلع من فايت 200 دامج. بص الخصم حرفيا لو كان طلع من مكان واحد من الاول الخصم كان جابه. ودي حاجة نتعلمها، يعني لما تكون بتفايت حد واخد عليه شجرة مثلا او صخرة، ما تطلعلوش من مكان واحد، رازيه من هنا شوية ومن هنا شوية. هيكون ايزي كيل ليك. وانت متخيل ان الخصوم اللي بيجيبها دي كلها بتلعب، ولا انت لسه مش مستوعب؟ شفت رد الفعل اول ما فتح السكوب؟ شفت رد الفعل بتاع الخصم؟ وهنا مش بقى اللي هو السكواد بتاعه كله ميت.
ولا رقم 2 عايش؟ لا كده دو 2 هو وصاحبه. سحب الواد، سحب الواد، ملك السحبات اللاعب الصيني على فكرة. لو عايزين نعمل عليه رياكت لوحده بفيديو كامل، بس يكون فيديو كامل، يا ريت تقولي في التعليقات. لاعب موز يا جدعان، لوحده حملة بجد. طيب يلا بقى ندخل على فريك. طبعا فريك من افضل لاعبين بابجي موبايل، وده بالنسبة لي انا، لانه لاعب مجتمع فيه حاجتين: سرعة مع قوة خصم. وانا بحترم جدا اللاعب اللي بينزل خصم قوي. شايفين بيرازي، بيدخل يضرب ويطلع تاني. دمج الواد. دوج مع منظور شخص الاول حوار، والواد اللي ضده كان بيلعب. وعارفين بقى لو كان ختم اللقطة وجاب الواد اللي هو فتح عليه سكوبر بعدها بالام 4، كانت هتكون لقطة جامدة. نفس الحوار اللي لو كان جاب الواد ده كانت هتكون لقطة جامدة. ذكي وسريع، وغير كده خصمه قوي. انا حاليا اصلا لو هتنزل لقطات بخصم ضعيف مش هتلاقي حد اصلا بيتابعك ولا حد هيشوفك اصلا. كله دلوقتي بقى بيعرف يلعب اللعبة. شوف الايه، كله دلوقتي بقى بيعرف يلعب اللعبة، ولو دخل يتفرج على فيديو بيكون عايز فايت قوي، ناس بتلعب. تعالوا بقى نشوف الفايت ده. الفايت ده انا شفته، هو هيموت فيه وهينزل لهم تاني، فخلينا نشوف. هو حاليا هيبوش عليه سكواد دلوقتي، لان الفايت ده انا شفته. دي العربية بتاع السكواد، سحب الواد حرفيا، الام كله ما طلعش بره العربية. 2 نوك، باقي 2، والعيال بتلعب وهتعرف دلوقتي. واثق من نفسه، وانا بحب اللاعب اللي بيثق في نفسه. شفت الريفلكس؟ كان بيفايت الواد اللي هو على الشمال، اول ما اللي لابس موميا ده طلع عمل عليه ريفلكس. هو خسر الفايت، بس بالنسبه لي انا جامد والله. يعني 3 نوك، وهين الرابع دامج، وهنا نزل لهم. الواد اللي هناك ده كان لسه نوك. كده باقي 2 ولا 1؟ باقي الواد اللي هو جابه، والواد بيلعب نايس. اقوى رد فعل ورد اعتبار في الدنيا، او في لعبة بابجي موبايل. وبكده يكون فيديو النهارده خلص. مش باقي بس غير انك تنزل في التعليقات تقول لي مين هو الاقوى في ال3 لاعبين: فريك واللاعب الصيني وفلير جان. وبس كده، سلام.